زيار الفنانة ياسمين عبد العزيز في المستشفى بعد خبر وفاة والدها. الوسط الفني كله بيواسيها. رحل عن عالمنا الآن والد الفنانة ياسمين عبد العزيز في المستشفى، وهي اللي أعلنت خبر وفاته بنفسها على حسابها الرسمي انستجرام، وهي في حالة انهيار تام. ولكن قبل ما نعرف سبب الوفاة وموعد الجنازة والعزاء، نشرت ياسمين عبد العزيز كلمات توجع القلب ورسالتها الأخيرة لوالدها قبل تشييع جثمانه. كتبت ياسمين عبد العزيز على حسابها الرسمي وقالت: توفى إلى رحمة الله أبويا، البقاء لله. الخبر صدم كتير من جمهورها وزمايلها في الوسط الفني، وتحولت منصات السوشيال ميديا لسرداق عزاء كبير، وانهالت التعليقات عليها بالتعازي والمواساة. أما عن سبب الوفاة، فالمرحوم كان بيعاني من أزمات صحية شديدة خلال الأيام الأخيرة في حياته، وتم نقله للمستشفى وحالته اتدهورت بسرعة، وللأسف اتوفى بسبب أزمة قلبية حادة. أما عن موعد الجنازة والعزاء، لم يتحدد حتى الآن موعد الجنازة والعزاء، ولكن من الأرجح هيكون ميعاد الجنازة بكرة بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، والعزاء هيكون بالليل في نفس اليوم من دار مناسبات مسجد الشرطة. كتير من نجوم الفن أكدوا حضورهم عشان يساندوا ياسمين في المحنة الصعبة دي. وخليني أقول لكم إن تصوير ياسمين عبد العزيز اتوقف بسبب الحدث المؤلم ده. يا ريت كلنا ندعي له بالرحمة والمغفرة.